السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة عائلة أحمد ودليا. وحشتوني جدا جدا جدا، أحبكم في الله. النهاردة حبايب قلبي إن شاء الله أنا جايبة لكم طريقة أكل كده اقتصادية وخفيفة وسهلة جدا، مش هتكلفكم غير 10 جنيه بس. يلا بينا ونشوف هنعمل ايه واقول لكم الأكلة بتاعتنا ايه لا حبايب النهاردة. قلبي، معانا حله كده هنحطها على النار وهنحط فيها بده دهنيه. عايزين بقى زيت سمنه اللي يعجبكم. بعد كده هننزل بالبصل ان شاء الله. ده يا جماعه اكله اقتصاديه جدا جدا جدا. هو اسمه فول مقلي، احنا بنسميه عباره عن فول مدشوش. احنا كده حطينا مع بعض التوم اهوت على البصل، هنقلبه تقلبتين. الاكله دي يا جماعه اقتصاديه جدا وموفره جدا في الظروف اللي احنا فيها دي. الله يعين الناس كلها يا رب على حالهم. هنقلب طبعا البصل كويس جدا بالثوم زي ما احنا شايفين كده حبايب قلبي اهو. انا عايزه اللون ده كده. وبعد كده هنفضي الطماطم، انا ضرباها في الخلاط ومصفيها طبعا كويس. هنحط معلقه صلصه كمان عليها. اول ما الطماطم تاخد لها غلوه كده، هكون انا طبعا نقع الفول المدشوش دوت قبلها مثلا مده ساعه ولا حاجه او ساعه ونص، وغسلاه كويس او مصفياه. تمام، تاخد لها الغلوتين بتوعهم. بعد كده هننزل بالفول اهو المدشوش زي ما احنا شايفين. ده اسمه فول مدشوش بتاع البصاره. تمام، اكله موفره جدا واقتصاديه. نحط بقى ملح وفلفل اسمر. وانا كنت ناسيه طبعا القرفه، حطيت قرفه. هتاخد لها غلوتين كده وهنغطي عليها. وبعد كده هنجيب طاسه كده صغيره او طبق، هنحط فيه برضو ماده دهنيه وهنحمر لسان العصفور. لان لسان العصفور ده اول ما يتحمر هنرميه على الفول بتاعنا اللي هو بالطماطم، ياخد له غلوتين كده ان شاء الله. لازم يا جماعه نوفر كده ونعمل اي حاجه فيها توفير عشان خاطر بس نعدي الايام اللي احنا فيها ديت. وكل سنه وانتم طيبين. رمضان الشهر الجاي ان شاء الله، يا رب يجعله علينا كلنا شهر الخير والبركة إن شاء الله يا رب. ويسهل لنا يا رب ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. احنا طبعا بنحمر اهو لسان العصفور، هنحمره كويس جدا زي الشعرية كده. وبعد كده هنفضيه بقى في الحلة اللي هي فيها الفول المدشوش زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وصفة سهلة جدا يا جماعة، والله مش هتكلفكوا 10 جنيه. اهو طبعا احنا فضينا اهوت لسان العصفور، وادي كان الشكل في النهائي.